بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي يخسر من اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي 2-1 في القاهرة. بيراميدز يتغلب على دوجليبة 6-0 ويصعد للمركز الثاني خلف الترجي المتصدر بفرق الاهداف. ارسنال وقمة المتعة يهدي الدوري الانجليزي الى ليفربول بعد تعادله المثير مع استون فيلا. النهارده كان فيه دولتين مهمين في دوري ابطال افريقيا. نبدأ بالنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده كان بيلاعب اورلاندو بايرتس، والمفروض ان النادي الاهلي النهارده يكسب عشان يتصدر اول المجموعه. لك ان تتخيل عزيزي ان النادي الاهلي يتغلب من اورلاندو بايرتس 2-1 في القاهره. النادي الاهلي لا لون ولا طعم ولا ريحه. طب العيب فين؟ العيب في الاداره، العيب في اللعيبه، العيب في المدير الفني. عايزين نعرف العيب فين. كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي مرارا وتكرارا جماهير النادي الأهلي تقول لهم عايزين صفقات، مش هنروح كاس العالم للأندية كده واحنا نصنا إصابات ومفيش صفقات كبيرة تأدي اللي عليها. عايزين صفقات للنادي الاهلي. المدير الفني والكلام ده اتقال في المؤتمر الصحفي مرتين، قال لك انا عايز صفقات. الاداره وعدتني واحنا مش شايفين صفقات. اللي شفناه النهارده الاهلي فريق محلي، ما ينفعش ده الاهلي اللي بنتفخر بيه ونقول الاهلي فريق عالمي. في ناس كتير من جماهير النادي الاهلي بتقول حلو الاهلي صعد تاني وده فال حلو. على طول لما بنصعد تاني بناخد البطوله. السنه اللي فاتت صعدنا اول وخدنا البطوله. وعايز اقول ان مش كل مره تسلم الجره، محدش عارف بكره في ايه. طب هل المدرب، هل اللعيبه كانت نازله الملعب النهارده قاصده انها تصعد تاني من باب التفاؤل والتشاؤم ان النادي الاهلي لما بيصعد تاني بياخدوا البطوله؟ النهارده شفنا اختراعات في الماتش فنيا. شفنا احمد حسن كوكا مره وينج شمال، مره هاف شمال، مره في نص الملعب. شفنا حسين الشحات اللي وينج شمال اصبح وينج يمين. شفنا امام عاشور اللي خطورته قدام حجمه النهارده. شفنا دفاع النادي الاهلي مهلهل، مفيش تجانس في دفاع النادي الاهلي. النادي الاهلي غلطاته الدفاعيه كترت. النادي الاهلي ما ينفعش يعيش على الماضي. النادي الاهلي بطوله حط في المخزن، خش على اللي بعدها. بطوله احتفلت، تاني يوم خش على الماتش اللي بعده. مش هنفضل نقول احنا اول الدوري ويتسرسب الدوري واحده ولا التانيه ونيجي نبكي على اللبن المسكوب. داخلين على ضغط مباريات، داخلين على كاس العالم للانديه، داخلين على النادي الاهلي. لازم هنعمل ايه؟ امال هنروح نتغلب من ميامي 5 و6 ونرجع لايام سان داونز ونقول احنا السبب؟ الاداره احنا صوتنا اتنبح، احنا صوتنا دلدل في الكلام من كتر ما بنقول للاداره مش كده. النادي الاهلي مش نادي فقير، النادي الاهلي نادي غني في فلوس داخلاله دولارات مليارات، بيكسب بطولات تسويقيا كبير. النادي الاهلي لازم يبقى احسن من كده. نص الفريق اصابات وما عندناش بدايل. بص دلوقتي على دكه النادي الاهلي، مفيش دكه، مفيش حد بيحدث الفارق. وسامو امام النهارده غاب وما شفناش الاهلي عمل حاجه. حسين الشحات جاب جون حلو ماشي، بس مش ده الفريق اللي يكسبنا في القاهره يا جماعه. الفريق ده المفروض يجي ياخد 3-4. لسه دلوقتي النادي الاهلي مستني مصيره هيقابل مين؟ يا اما الترجي، يا اما الهلال السوداني، يا اما الفائز ما بين الجيش الملكي 9 بونت وصن داونز 8 بونت. هيلعبوا بعد ماتش في صن داونز والنتيجه اللي هتقول له هنعرف مين اول ومين تاني، وبعد كده القرعه هي اللي هتحدد النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بقيش يفرحنا ماتشين 3 على بعض بصراحه.
انا اقول بصراحه ما بقيش يفرحنا ماتشين 3 على بعض، كل ماتش حاطين ايدينا على قلبنا. مش هو ده الاهلي اللي طمنك؟ يا ريت مجلس اداره الاهلي يسمع لجماهير النادي الاهلي. الناس دي بتعشق الكوره وبتحب الكوره، والجماهير دي هي اللي بتتعب. كاس العالم للانديه يا جماعه لازم نروحه بشكل مختلف، لازم نشرف مصر اداء ونتيجه. النادي الاهلي عاوز يوصل للعالميه مش ببلاش، لازم يجيب لعيبه عالميه. لازم الكابتن محمود الخطيب يفك الكيس. فك الكيس يا كابتن، معاك فلوس، معاك فلوس. انت بقى مشروع النادي مشروع استثماري. النادي عامل اعلانات، متفق مع شركات. النادي الاهلي بيكسب. يا ريت النادي الاهلي يبقى احسن من كده وما ترجعش المصيبه ونقول اللي حصل حصل. يا ريت مجلس اداره النادي الاهلي يهتم بالنادي الاهلي اكتر من كده. والكابتن محمود الخطيب لازم يسمع للي حواليه، لازم يسمع للناس اللي حواليه. هنخش على الماتش الثاني اللي هو بيراميدز ودوجليبا. عايز اقول لك شركه حسن هيصه 6-0 مع الرأفة، كله بيجيب اجوان، الدفاع والهجوم والنص والخط. بس بيراميدز يوم عن يوم بيثبت انه السنه دي سنته. بيراميدز داخل السنه دي بباور قوي، داخل جوه الستاره جوه الحيط، ما بيتكلمش مع حد، ماشي في طريقه، عمال في الدوري الثاني. لسه هيقابل النادي الاهلي بعد اسبوع ولا 10 ايام في دوري ابطال افريقيا، صعد بيأدي اداء مميز. لكن النهارده الفرحه الكبرى كلها يا جماعه ارسنال واستون فيلا، ماتش فوق الخيال بعد ماتش ليفربول اللي كسبوا 2-0 في الدقيقه 92 والدقيقه 94 عن طريق نونيز. النهارده كان يوم نونيز، بس قمه الاثاره والمتعه ان استون فيلا بيدي نقطتين لليفربول. اصبح ليفربول متصدر الدوري 50 نقطه، بعديه ارسنال 44 نقطه. ليفربول ليه ماتش تاني. صلاح بالتوفيق بقى له 3 ماتشات ما بيجيبش جوان ولا بيعمل اسيستات. نتمنى له دايما الفرعون المصري بيعود سريعا. اثقلت عليكم، سلام عليكم.